دخلت على رسول الله والحسن على عاتقه والحسين على فخذه يقبلهما ويقول: اللهم والي من والاهما وعادي من عاداهما. وماذا قال أيضا؟ قال: كأني به وقد خضبت شيبته من دمه، يدعو فلا يجاب ويستنصر فلا ينصر. فمن يفعل ذلك يا رسول الله؟ شرار أمتي، ما لهم لا أنالهم الله شفاعتي. صلى الله عليه وآله. وماذا بعد؟ ماذا أخبرك رسول الله أيضا؟ قال: يا ابن عباس، من زاره عارفا بحقه كتب له ثواب 1000 حجة و1000 عمرة، ألا ومن زاره فكأنما قد زارني، ومن زارني فكأنما قد زار الله. وحق الزائر على الله ألا يعذبه بالنار، وأن الإجابة تحت قبته، والشفاء في تربته، والأئمة من ولده. يا رسول الله، فكم الأئمة من بعدك؟ بعدد حواري عيسى وأسباط موسى ونقباء بني إسرائيل. فكم كانوا يا رسول الله؟ كانوا 12، والأئمة بعد 12، أولهم علي بن أبي طالب، وبعده سبطاي الحسن والحسين. فإذا انقضى الحسين فابنه علي، فإذا انقضى علي فابنه محمد، فإذا انقضى محمد فابنه جعفر، فإذا انقضى جعفر فابنه موسى، فإذا انقضى موسى فابنه علي، فإذا انقضى علي فابنه محمد، فإذا انقضى محمد فابنه علي، فإذا انقضى علي فابنه الحسن، فإذا انقضى الحسن فابنه الحجة. الثامن لم أسمع بهن قط يا رسول الله. يا ابن عباس، هم الأئمة بعدي وإن قهروا، أمناء معصومون نجباء أخيار. يا ابن عباس، من أتى يوم القيامة عارفا بحقهم أخذت بيده فأدخله الجنة. يا ابن عباس، من أنكرهم أو رد واحدا منهم فكأنما قد أنكرني وردني، ومن أنكرني وردني فكأنما أنكر الله ورده. يا ابن عباس، سوف يأخذ الناس يمينا وشمالا، فإذا كان كذلك فاتبع عليا وحزبه، فإنه مع الحق والحق معه، ولا يفترقان حتى يردا علي الحوض. يا ابن عباس، ولايتهم ولايتي، وولايتي ولاية الله، وحربهم حربي، وحربي حرب الله، وسلمهم سلمي، وسلمي سلم الله. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. تبحث في الحياة عن الرشاد، أو شئت تجمع للقيامة خير زاد، فامضي لآل المصطفى واسألهم عن كل أمر فيه قد تاه الفؤاد.
قولهم خزان علم الله خالق